هاشم، مالك يا اخويا؟ في ايه كفل الشر؟ عزيزة مراتي مش لاقيها. مش لاقيها؟ مش لاقيها ازاي يا اخويا؟ فتحت الباب بالمفتاح اللي معايا ما لقيتهاش في الشقة. طب والولاد يا سي هاشم؟ مش موجودين، ومفيش غير الولد الكبير نايم لوحده. طب ما كنت صحيه. ما انا صحيته وسألته. قال لك ايه؟ قال ما يعرفش امه راحت فين. غريبة. هي عزيزة مراتي ما قالتش وهي خارجة هي رايحة فين؟ النهاردة الصبحية كانت معايا. وقالت لك ايه بالظبط؟ ما قالتش حاجة يا اخويا، بس كانت كده زي ما تكون كده مش مبسوطة شوية. مش مبسوطة؟ مش مبسوطة يعني ايه؟ يعني زي ما يكون كده في حاجة كده مضايقاها ولا حاجة. يو بس حاجة ايه بس؟ هو انت زعلتها يا سي هاشم؟ لا ما حصلش يا اختي، امال ايه اللي جرى؟ لحد دلوقتي مش عارف ليه عزيزة مراتي سابت البيت وولادي راحوا فين؟ عايز ايه يا هاشم؟ وايه اللي جابك السعادة لحد بيتي؟ لا مؤاخذة يا معلم عوض. ما تضيعش وقت يا اخويا وقول عايز ايه؟ انا بسأل على عزيزة اختك يا معلم. مش فاهم. اصلي رجعت البيت وما لقيتهاش. يعني ايه رجعت البيت ما لقيتهاش يا سي هاشم؟ كنت في شغلي وتأخرت شوية، رجعت ما لقيتهاش في الشقة. سألت عليها الست الجارة اللي قدامنا. والجارة قالت لك ايه؟ ما تعرفش عنها حاجة. وايه اللي جارة عشان تسيب البيت وتمشي وانت مش موجود يا سي هاشم؟ ما حصلش حاجة مني يا معلم عوض. ازاي؟ في واحدة تغضب من جوزها وتسيب له البيت كده من غير سبب؟ يا معلم انا ما زعلتهاش. وايه اللي خلاك جيت هنا تسأل عليه؟ هي عزيزة مراتي مش اختك يا سيد المعلمين برضه؟ ويا ريتها ما كانت اختي. ليه بس يا معلم؟ ويا ريتها ما اتجوزت واحد زيك. يا معلم لا مؤاخذة الكلام ده بقى ملوش لازمة. لا له لازمة ونص، وكفاية بقى اهو في نصاص الليالي عمال بتدور عليه. يا معلم ما هو اصلا. ما هو ايه يا اخي؟ وشرفي لو حصل لها حاجة لكون مقطعك حتت ورامي جتتك لكلاب السكك. روح بقى من قدام السعادي. ما تفهمني يا هاشم. افهمك ايه بس يا شحاتة؟ بقول لك مراتي مش لاقيها لا هي ولا الولاد. ايه فص ملح وداب يعني؟ هتجنن وقلبي واكلني على الولاد. طب بقول ايه، واخوها المعلم عوض راخر ما يعرفش عنها اي حاجة؟ لا، وطردني من بيته وقال لي هيقطعني حتت. حكايتك غريبة قوي يا هاشم، واحد يرجع بيته لا يلاقي مراته ولا ولاده، معقولة دي؟ ايه عصابة خطفتهم وهيتصلوا بيك ويقولوا لك ادفع مبلغ وقدره عشان يرجعوهم لك؟ يا شحاتة الكلام ده مع الناس اللي عندهم فلوس، مش اللي زي حالاتي عندي كوم لحم ومانيش عارف اكلهم. يمكن فاكرين يا اخي انك غني وحاطط رزم تحت البلاطة. اوه ما تتريقش عليا بقى يا شحاتة، انا هموت من الفكر والتعب. بصراحة صعبان عليا قوي يا هاشم. طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ خلاص يبقى لازم تبلغ البوليس. هو كده. قوم يا هاشم كلم، ما تسرحش. انا تحت امرك يا سعادة البيه. هاشم مش سامع الجرس ولا ايه؟ لا معلش يا سعادة البيه، اصل لا مؤاخذة اللي انا فيه مش شوية. اتفضل كلم التليفون. تليفون لي انا؟ بطل رغي ورد على التليفون. حاضر. الو، مين؟ مش معقول، انا مش مصدق اللي بسمعه. انا جاي حالا استر يا رب. جاي حالا يعني ايه؟ اصل ايه؟ هتسيب الشغل في الشركة وتمشي يا هاشم؟ معلش يا سعادة البيه معلش، اصل الظروف اللي انا فيها كده ما ينفعش. يا ناس قدروا ظروفي بقى. ظروف ايه وانت مالكش شغل غير الرغي مع زمايلك السعاة؟ ما انا يا سعادة البيه لو ما لقيتش حد يكلمني يمكن يجرالي حاجة ومش بعيد اموت. على فين يا هاشم؟ ما هو مش معقول تدخلوا شقة بالشكل ده. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة. اشوف عزيزة واطمن على الولاد. عزيزة؟ ومين قالك ان عزيزة هنا؟ لا يا حاجة، لا بلاش تعملي زي جوزك المعلم عوض. لو شافك المعلم وانت هاجم كده على الشقة مش هيرحمك. عزيزة يا عزيزة هاشم. عزيزة ايه؟ عزيزة انت هنا عند اخوك المعلم عوض وانا قالب الدنيا عليكي. ليه تعملي كده فيا يا عزيزة؟ ليه قسوة القلب دي ليه؟ انا عملت ايه علشان ده كله؟ هو انت تاني يا هاشم؟ ايه يا معلم عوض؟ انا يا اخي روح السعادي بقى من قدامي، خلينا اشوف شغلي، ما تصبحنيش في يومك اللي مش فايد ده. انا هقول كلمتين انا مش عايز اسمعك، وابعد بقى السعادي عني.
انا مراتك ومش ممكن اقدر اخبي حاجه، وده اللي حصل يا سيدي المعلمين. يعني الواد هاشم ده جه هنا في غيابي وشاف عزيزة مراته وولاده وعرف ان عزيزة اختك هنا ببيتك يا معلم. وايه اللي عرفه انها هنا؟ مش عارفه، بس انا مرضتش اخليه ياخدها كده. عزيزة، بنت عزيزة. نعم نعم يا معلم. الواد هاشم جوزك ايه اللي عرفه انك هنا في بيت؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ البنت دي خرجت وانا مش هنا؟ لا. بصت في البلكونة ولا في الشباك؟ ما حصلش يا اخويا. امال عرف ازاي؟ بيشم على ظهر ايده. بقول لك حكايتك ليها العجب تقول لي لا يا هاشم. هي فعلا الحكايه لها العجب يا شحاته. بقى المعلم عوض اخو مراتك ياخد عزيزة مراتك عنده ويخبيها منك؟ طب ليه؟ كنت هتجنن لما قال انه ما يعرفش مكانها. وانت عرفت ان عزيزة مراتك عنده ازاي؟ هي اللي اتصلت بيا بالتليفون. حلو، تبقى كده شارياك وبرضه خايفة عليك. طب بس اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ كلام فارغ ولت وعجن، انا مش عايز. يا سيدي المعلمين كده مش صح. انت بقى اللي هتعرفني الصح من الغلط. يا معلم انا مش قصدي. انت ناسي ان فيه كوم لحم في رقبتك؟ لا مش ناسي يا معلم، بس انا ساعي في شركة، هجيب منين بس؟ وما دام عارف يا اخويا انك ساعي وعلى قدك، ليه بقى تخلف العدد ده كله؟ الاسم والنصيب كده يا معلم. قول الخيبة، قول قلة العقل. طيب يا معلم أنا طيب ايه؟ ما تشوف لك حل يا ابني في حياتك دي. طب اعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه، اسمعني. وانا في المحل وبشتغل ما احبش حد يعكر مزاجي، وكفايه بقى لحد كده. انا مش ناقص يا اخويا. لا انت بتضحك عليه بس يا شحاته. بضحك منك ومن تصرفاتك وعمايلك يا اخي. محدش عاجبه اي حاجه بعملها. هو ده. واول حاجه مراتك دي مش قاعده عند اخوها واكله شاربه هي وعيالها؟ ايوه بس خلاص مفيش بس يا عم، سيبها لما اخوها المعلم يزهق منها ومن دوشه الاولاد يقول لك حقي برقبتي ويبعتها لك لحد البيت. اللي زي المعلم عوض طول النهار في دكانته ومش حاسس بحاجه، وكمان ده مبسوط، يعني ما يهموش الفلوس. طب خلاص يا اخي يشغلك عنده في دكانته. ده بيكرهني يا شحاته وقارش ملحتي. ابعد الراجل ده عني. طب وانت دلوقتي عايز ايه بالظبط يا هاشم؟ ارجع مراتي وولادي لبيتي. خلاص الاول فكر ازاي تجيب لهم قرش عشان المعلم اخوها يرضى عنك ويرجعها لك. طب ازاي بس اجيب القرش ده وانا ساعي وعلى قدي؟ ما انت عارف يا شحاته انا ما اتعلمتش. يا اخي ما انا زيك ساعي في الشركه، بس لا مؤاخذه بقى عندي مخ. لا يا شحاته انت غيري خالص. يعني انت ما عندكش ولاد كتار زي؟ بس عندي مصاريف برضه. ولا انت ناس اختي اللي جوزها مات وساب لها كوم لحم وبقوا في رقبتي؟ ايوه بس انت انا ايه؟ ما تعرفش تلقط رزقك زي يا هاشم؟ لا طب ما تعلمني يا شحاته. حاضر. تحط مناخيرك في كل حاجه. فرع عند واحد في الشركه تروح له وتكبش اكل للعيال من البوفيه. ميتم عند واحد تروح معاه القرافه ودموعك على خدك. عيد ميلاد تروح وترقص وتنكت، وسجاره من ده على اكله من ده على هدمه من ده، وكله كويس. لا يا عم، لا انا ما اعرفش اتصرف في الحاجات دي. وهتعرف ازاي وانت مكشر دايما كده؟ الله، فك التكشيره وقلبها فرايحي وسلم نفسك ليا وخلاص، وانا هخليك تلعب بالفلوس لعب. لا الاستاذ محروس ما ينفعش كده. خلاص يا معلم عوض وبلاش تكسفني. هاشم كل ليله في القهوه. صحيح الكلام ده يا هاشم؟ ما انت عارف دوشه العيال بتخليني اقعد على القهوه علشان ارتاح. غلط. خلاص يا سيدي، ما فيش قعاد على القهوه بعد النهارده. سامع يا معلم عوض؟ طيب وايه حكايه اخته بقى دي اللي منغنغها على حساب ولاده؟ ايه حكايه اختك دي يا هاشم؟ لا ابدا ما فيش، اصل اختي جت من البلد ومعاها زياره ومكلفه نفسها يعني، وما يصحش ارجعها وايدها فاضيه. يعني تحرم ولادك وتجوعهم وتخليهم يبصوا اللي في ايدين الناس علشان الست اختك؟ طبعا ما يصحش. خلاص يا سيدي حاضر، مانيش هعرف اختي بعد النهارده. والسجاير اللي بيطفحها هبطلها هي رخرة خلاص. شوف، يبقى ترجع له مراته ونجرب. طب ان ممشيش عادل ورجع يطلب مني فلوس، ساعتها مش هيحصل له طيب. سامع يا هاشم؟ سامع.
سامع محروس وحاسس اني ولا حاجة. امال انا اقول ايه يا هاشم؟ معلش يا عزيزة، معلش، حقك عليا انا. صعبان عليا اللي جرالي يا هاشم في بيت اخويا على ايد مراته. ايه عملت معاكي ايه؟ مرات اخويا هزقتني وتعبتني وصغرتني. بقول لك ايه، دماغي مش مستحمله. حوشي ولادك وبلاش الدوشه اللي عاملينها دي، خليهم يهمدوا شويه. وطول النهار اوامر. ايه هتفضلي نايمه لحد امتى؟ ولادك الكتار دول مش عايزين ياكلوا ولا عايزان اطبخ لهم؟ والاكل والخير كتير عند اخويا، لكن مراته دايما تقول يا ساتر، هما العيال ولادك دول ما بيشبعوش؟ الواد الصغير ده مش لسه واكل؟ معلش يا عزيزة، ما كانش لازم تقعدي عند اخوك المدة دي كلها. نصيبي كده. ليه يا عزيزة بس تسيبي البيت وانا غايب؟ عزيزة بلاش عياط، بلاش عياط، وانا هعمل المستحيل علشان اخليكي مبسوطة انت والعيال. شوف لي شغل علشان اساعد معاك يا هاشم. بتقولي ايه؟ شغلة؟ شغلة ايه يا عزيزة؟ انت ما عندكيش شهادات. اي حاجة. طب الولاد هتسيبيهم لوحدهم في البيت ازاي؟ دول محتاجين لك يا عزيزة ولازم تاخدي بالك منهم. في موظف في الشركة ابنه ضاع ومشي مع شلة مش كويسة. انا خايف على ولادي يا هاشم. في يا سعادة البيه؟ واحد في الارشيف. مات ولا عنده فرح؟ فرح؟ هو انت كل حاجة تفهمها غلط؟ معلش، ايه حكايته يا سعادة البيه؟ مراته ماتت. الله يرحمها، الله يرحمها. طب بس افهم الاول حكايتها وعندها كام سنة وكانت عيانة ولا ايه؟ وليه الاسئلة دي يا شحاتة؟ لا خلاص يا سعادة البيه، خلاص انت حضرتك تريح نفسك، عن اذنك. غريبة قوي. شحاتة تعال، هو قالك ايه؟ سيبك منه وخلي بالك علشان انزل الارشيف الطاقص. عشان ايه؟ مش قلنا الرزق يحب الخفية يا هاشم؟ ما تصحى معايا امال. لكن يا عزيزة، ايه تاني؟ في ايه يا عزيزة؟ مالك يا اختي؟ مفيش حاجة. امال ليه مش عايزة تتكلمي معايا؟ معلش، تعبانة شوية. تعبانة؟ تعبانة ولا في حاجة مخبياها عليا؟ أرجوكي كفاية كفاية، تعبت. وهاشم جوزك خرج راح فين يا عزيزة؟ بيشوف رزقه. يعني ايه بيشوف رزقه؟ هو لقى شغل بعد الظهر؟ ربنا يسهلها له. ايه يا عزيزة، انت مخبية عني حاجة كده مش هي؟ لا يا اخويا ابدا. اوعي تخبي حاجة عن اخوك يا عزيزة. حسك عينك تخبي حاجة عني يا عزيزة. يا عزيزة انا اتصرف يا هاشم، البنت الصغيرة عيانة والولاد محتاجين ومش عايزة مد ايدي لحد وخصوصا اخويا. فهمت يا هاشم؟ جرالك ايه يا هاشم؟ اصل في الحقيقة يا سعادة البيه. حقيقة ايه؟ عايز تستلف مني انا فلوس؟ طب ازاي؟ ايه قلت لك سلم نفسك يا هاشم؟ ليه تروح لواحد موظف زي ده وتطلب منه فلوس؟ اهو كنت بلقط رزق زي ما قلت يا شحاتة. كده غلط، غلط بقى. بقول لك ايه، خليك معايا عشان في شغلانه حلوه قوي قوي قدامي. ايوه بس الشغلانة فيها فلوس؟ امال يعني فيها قروض؟ طبعا فلوس، وفلوس محترمه قوي. انا معاك، فهمني ايه المطلوب مني. واحد بلدياتنا واقع لشوشته في واحده في الحته اللي انا ساكن فيها. مين دي؟ واحده اسمها فردوس، وليل ونهار قاعد في القهوه قدام شباكها. ها وبعدين ايه، لاحظت انه عينه منها. سحبت كرسي وقعدت جنبه في القهوه وكم نكته على كم فزوره، طب الزبون وضحك. يخرب مطنك يا شيخ. اهدي. يا سلام يا سلام يا معلم خلف. كان نفس المحروسه تكون طالة كده وتسمع الضحكه الحلوه اللي من قلبك دي. محروسة مين؟ فردوس هانم يا اخي. انت تعرفي؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها واخد بالي منك ومن عينيك الفلالي اللي رايحه جايه طول النهار عليها. انما قول لي انت اسم الكريم ايه؟ محسوبك شحاته يا معلم. شحاتة. وبعدين بقى انا نفسي اعرف الغرض. لا، والنيه. الغرض شريف. والنيه ان كان على النية عال العال. يبقى خلاص
اسعى لك انا بقى في الجوازه من الحلوه دي اللي اسمها فردوس. تقدر يا ابوي؟ اللي اقدر. سلمني نفسك انت بس، ويا بخت من وفى رصين حلوين في الحلال. واسمع الفكره دي. قول. وبعدين يا شحاته؟ ولا قبلين هجيبهولك على انك ولي امر المحروسه فردوس اللي واقع لشوشته في حبها. ايوه لكن ايه؟ ما لكنش ولا حاجه. انا هفهمك كل حاجه وتنفذ اللي هقولك عليه. قلت ايه يا خال؟ قلت لا. لا ولا عليه، الفلوسات جاهزة هي، وقول كل طلباتك. الله، جرى ايه بقى؟ هو انا ماليش خاطر عندك يا محترم؟ أنا ما أحبش الكلام الكتير. طب يا ابويا نتفاهموا وعلى مهليك علينا بس شوية، ها؟ على مهليك. ايوه على مهليك يا اخي، نتفاهم واطلب قرش هتلاقي 10. أنا قلت لا كده. لا بقى ما ينفعش، وسيبنا نتفاهم معاه بقى بلدينا. انا مش فاهمه حاجه يا هاشم. لا أصل شحاتة مدخلني معاه في لعبة هجيب منها فلوس يا عزيزة. خلي بالك من نفسك، ولادك عايزينك وفي رقبتك كوم لحم يا هاشم. ما أنا لو فضلت خايف الولاد هيموتوا من الجوع، وشحاتة فهمني كويس. وناوي على ايه مع الجدع اللي اسمه خلف. ايوه، هتعمل ايه معاه بعد كده؟ يا الله يا اللي هناك يا عم هاشم، اللي اسمه خلف بينادي عليه. اتفضل يا معلم خلف، اتفضل. يزيد فضلك يا ساتر. يا اهلا وسهلا شرفت ونورت. اهلا وسهلا، اتفضل. حد بس ياخد من الشيله اللي معايا دي. ايه كل ده يا معلم خلف؟ فضلت خيرك يا ست الناس. اتفضلي. وليه بس التعب ده؟ تعبك راحه، ويا ريت يا شيخه كده تحضرينا عشان يعني سي هاشم يسهل معاي شوي. ادخلي اعملي شاي يا عزيز، خش. حاضر. شوف يا عم هاشم، بقول لك ايه، هي لسه فيها كلام؟ في حد بيجي في ساعة زي دي يا معلم خلف؟ مستعجل يا عم هاشم، مستعجل، والمهر جاهز وادي المحفظة وكفة شيء تحت امرك. طل ياه، كل دي فلوس؟ ما تغلاش عليك يا عم هاشم. يا اللي جرى مالك ساهمت كده وسكت ليه؟ ايه اللي انت عملته ده يا هاشم؟ ما تتكلميش خالص، ما تتكلميش يا عزيزة، الحيطان مهودان. هو ماله؟ جراله ايه؟ ده مات. عزيزة الأولاد نايمين في الأوضة التانية. يلا ساعدينا عشان نخفي بيتته قبل الصبح. ليه يا هاشم تعمل كده؟ عزيزة، خد المحفظة وفضيها من الفلوس، خبي الفلوس في مكان كويس، اتحركي يلا وساعديني. الفلوس انا خدتها خلاص، انا هشيله وحرميه بره، بس بعد شوية. اوعى حد يشوفك يا هاشم. اسمعي، حط له المحفظة في جيبه تاني، وهاتي كام جنيه وحطيهم في محفظته. انا شلت فلوسه كلها بعيد. خلاص، معايا في محفظتي مبلغ، حطيه في محفظته. وليه كده؟ علشان ما حدش يفكر انه اتقتل علشان السرقة. اسمعي، خد الخاتم الدهب بتاعه، شديه من صباعه قوام. مش قادرة. يا بيه، بتسألني عن هاشم ليه؟ مش صاحبك وليل ونهار قاعدين تتكلموا مع بعض؟ صاحبي بس بقالي كام يوم ما شفتوش يا استاذ. مش عوايدك، امال راح فين؟ الغايب حجته معايا بيه. ايوه يا بيه، هو ده بيت هاشم، وانا عزيزة مراته حضرة الضابط. طيب شد حيلك يا عزيزة. يعني ايه يا بيه؟ انا مش فاهمة حاجة. هاشم جوزك ماله كفل الشر؟ البقية في حياتك. لا مش ممكن. هو له أعداء؟ لا. طيب تفتكري مين اللي قتل هاشم جوزك يا عزيزة؟ اتقتل؟ طب ليه؟ ازاي؟ في ناس لقوا جثته قريب من بيتكم. مين
مين اللي عملها فيه؟ مين؟ كل شيء هيتضح، بس انت شدي حيلك وجاوبي على الاسئله علشان نوصل للحقيقه. وانا هفكر لمؤاخذه اذي هاشم ليه يا حضره الضابط؟ كان في خلاف بينكم يا معلم عوض؟ ده جوز اختي ولازم اخاف عليه. جاوب على السؤال يا عوض. مهما كان في خلاف بيننا لازم اشيله جوه عينيا. ايوه، كان في خلاف بين المعلم عوض وهاشم جوز اخته. وسبب الخلاف ايه؟ هاشم كان دايما قاعد في القهوه ومقصر في حق مراته وولاده، ما بيصرفش عليهم. مين اللي قالك الكلام ده؟ يا بيها انا سبق وصالحته على مراته بعد ما اتخانق معاها ومع اخوها. اخويا المعلم عوض ماله؟ مهما كان كلامه ناشف وصعب ما يعملش حاجة تغضب ربنا. طيب سبب الخلاف ايه بين جوزك هاشم واخوكي؟ انا اللي يهمني بس اعرف مين اللي قتل هاشم. مين؟ الو؟ ايوه معاك. ايه انت بتقول ايه؟ الكلام ده مش معقول. طب انا لازم اشوف الجثه بنفسي، مؤكد في حاجه غلط في الموضوع. انا مش فاهم حاجه. انت كنت فين يا هاشم؟ انا كنت مسافر البلد بطمن على اختي. يعني انت ما اتقتلتش؟ وسليم قدام حضرتك يا حضرة الضابط. امال ليه بطاقتك ومحفظتك كانوا في جيب واحد مقتول؟ ايه؟ محفظتي؟ بطاقتي؟ ايه الحكايه يا هاشم؟ ازاي بطاقتك انت وصلت لجيب الراجل المقتول؟ دي الحقيقة يا حضرة الظابط، واللي مقتول اسمه خلف. اتكلم يا هاشم. انا اللي قتلت خلف يا حضرة الضابط. الفلوس اللي في محفظته كانت كتيرة، قلت اخدها علشان اسعد بيها ولادي الكتار، وقلت لمراتي تخبيها بعيد. كنت فاكر الفلوس دي هي اللي تسعدني وتسعد ولادي ومراتي يا سعادة البيه. رجعت بالشاي لقيت هاشم قتل خلف. الخوف ملأ قلبي. هاشم طلب مني أخبي الفلوس، خدتها من المحفظة. بعد كده قال لي أحط له مبلغ في محفظته. خدت محفظة هاشم جوزي وشلت منها مبلغ، ومن غير ما أخد بالي حطيت محفظة جوزي وفيها بطاقته في جيب خلف، بدل ما احط محفظة خلف في جيبه. انا مش عارفة عملت كده ازاي. عملت كده ازاي؟ عملت لك ايه بقى الفلوس يا هاشم؟ كنت فاكرها هتساعدني وتسعد ولادك. طيب ولادك دلوقتي هيعملوا ايه ويعيشوا ازاي؟ ومين يشوفهم ولا مين يحن عليهم؟ مين؟ أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محمد صادق. المخرج المساعد هدية خلف الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.